نجلاء فتحي، واحدة من ألمع نجمات جيلها، اتخذت قراراً مفاجئاً بالابتعاد عن الأضواء في منتصف التسعينات. هذا القرار لم يكن نتيجة مرض أو أزمة شخصية معلنة، مما أثار العديد من الشائعات والتكهنات حول أسباب هذا القرار. ادعى البعض أن نجلاء سئمت الحياة الفنية وأن الشهرة لم تكن جزءاً من طموحاتها الشخصية، بينما أكد آخرون أن صدمات نفسية قد تكون السبب وراء تراجعها عن الحياة العامة وابتعادها عن الأضواء. مصادر قريبة منها أوضحت أنها رفضت عشرات العروض السينمائية والتلفزيونية رغم أنها كانت في ذروة جمالها وحضورها الفني، وكأنها اختارت العزلة الكاملة حتى على الإعلام، مبتعدة عن كل ما يثير الضجيج حولها. مع مرور السنوات، تراجع ذكر نجلاء فتحي في الأوساط الإعلامية، ولم يعد يظهر لها أثر إلا في بعض الصور القليلة التي تظهر أنها تعيش حياة هادئة بعيدة عن الأضواء، مما يثير التساؤلات حول حياتها الخاصة. في ختام الحكاية، يمكن القول إن نجلاء فتحي لم ترحل جسدياً، بل رحلت فنياً، تاركة خلفها إرثاً من الأفلام الرائعة وصورة لفنانة عرفت متى تغادر، لتبقى في قلوب الناس بلا ضجيج ولا وداع.